السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يعتبر مهاجم نادي ريال سوسيداد الإسباني اللاعب الشاب محمد علي شو 18 عاما ذي الأصول المغربية قادما من فريق إنجي الفرنسي من أبرز اللاعبين الشباب تألقا في الدوريات الأوروبية الكبيرة، والمرشح من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة، بعدما تواصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع اللاعب وبعض العناصر الأخرى. ويمتلك اللاعب الشاب 4 جنسيات هي ساحل العاج كوت ديفوار موطن والده، والمغرب بلد والدته، فضلا عن فرنسا بلد المولد، وإنجلترا التي قضى فيها 5 سنوات فترة الطفولة، إلا أنه يرفض الالتحاق ببلد والده كوت ديفوار، ويرفض فرص اللعب مع المنتخب الوطني المغربي ومنتخب فرنسا الذي يلعب له في المنتخبات الصغيرة، لكنه أصبح قريبا من حمل قميص أسود الأطلس. وتواصلت الإدارة التقنية في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع اللاعب من أجل دعوته إلى المنتخب الوطني المغربي في المعسكر القادم شهر مارس القادم، حيث تنتظر رده على القرار، إلى جانب كل من أمين عدلي ويوسف ديوب والعديد من الأسماء الأخرى، كما تلقى عرضا للعب مع منتخبات فرنسا وساحل العاج. وحقق اللاعب شو رقما قياسيا تاريخيا على مستوى فرنسا، عندما أصبح عام 2020 أول لاعب من مواليد 2004 يشارك في مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وشارك حينها بعمر 16 عاما و7 أشهر و11 يوما بمباراة في مواجهة بوردو عند الدقيقة 81، وانتهت بخسارة فريقه إنجي بهدفين دون رد. وبدأ محمد علي شو مسيرته الكروية في أكاديمية باريس سان جيرمان، حيث لعب مع الفرق بالنادي خلال الفترة من 2011 إلى 2015، إلا أنه لم يحصل على فرص اللعب مع النادي الباريسي، لينتقل مع عائلته إلى إنجلترا في عام 2015، ولعب لفترة 5 سنوات مع فريق إيفرتون الإنجليزي لفئة الشباب، وحصل على الجنسية الإنجليزية. وعاد المهاجم علي شو من جديد إلى فرنسا في العام 2020، وانضم إلى فريق إنجيا الفرنسي لفئة الشباب تحت 19 سنة، قبل أن يمنحه مدرب الفريق فرص اللعب مع الفريق الأول، حيث سطع نجمه بشكل كبير جدا، وأصبح واحدا من أهم المواهب الممارسة في الدوري الفرنسي. وحصل علي شو على أول الفرص للعب في دولي الليغ 1 مع المدرب ستيفان مولين، الذي قرر الاعتماد عليه مع فريق أنجي الأول، لتنطلق رحلة لاعب جذب أنظار الكثير من الأندية الإنجليزية والفرنسية وكذلك الإسبانية، حيث كان قريبا من مجاورة نادي الجنوب مارسيليا، لكنه فضل في نهاية المطاف اللعب في الليغا الإسبانية مع نادي ريال سوسيداد.